علاش 50 ملم مطر يكفيو باش يشلوا العاصمة كلها؟ الحكاية فيها تخليطة عجيبة. سبويلر، الغلطة مش من المطر وحدها. أول حاجة إنه صبت برشا مطر نسبيا في شوية وقت، نحكيو على معدل يوصل 50 ملم في أقل من 24 ساعة، يعني أكثر ب30 مرة من المعدل اليومي حسب أهم الدراسات. ثاني حاجة، الجغرافيا ماهيش في صالحنا. تونس الكبرى مبنية على أحواض منخفضة محصورة بين التلال والمنخفضات، كيما سبخة السجومي والبحيرة. كي تصب الماء يهبط من فوق ويتجمع بطريقة طبيعية في المناطق المنخفضة والأحياء العمرانية. واللوطة الميدة المائية قريبة للسطح، يعني موجودة في أقل من 5 متر على السطح، وهذا يخلي التربة ما تنجمش تشرب الماء. ثالث حاجة، غطينا الأرض بالبني والتعبيد. في بعض الأحواض متاع تونس الكبرى كيف ريانة وسكرة تقريب 38% من المساحات ولات مغلقة، وهذا راجع للتوسع العمراني الفوضوي والسريع. بنينا على مناطق طبيعية قابلة للفيضان، خاصة حول السبخات اللي كانت تلعب دور الإسفنجة وتمتص الماء. وآخر حاجة، البنية التحتية قديمة. جزء كبير من شبكة الصرف لوناس اللي تصمت في الستينات والسبعينات ولات صغيرة برشا على كثافة السكان اليوم والمساحات المبنية جديدة. في برشا أحياء مياه الأمطار والصرف الصحي مازالوا يمشيوا في نفس القنوات. كي تصب بقوة القنوات تتعبى، محطات الضغط تتعطل، والزبلة اللي تسد البالوعات تحول الشارع لواد مكشوف. تونس ما تغرقش، تفيض. هذه في الأساس إشكالية تخطيط عمراني وبنية تحتية، مش مجرد مشكلة طقس. وانتي شنية أحوال حومتك؟ قولوا لنا في الكومنتير.